السلام عليكم. دي أول مرة أنزل فيها مستشفى في سنة تانية كطالبة في كلية تمريض. نزلت في مستشفى الدمرداش في أكاديمية القلب. فأول حاجة جهزت، فأول حاجة تعملوها قبل ما تنزلوا المستشفى لازم تجهزوا كويس الحاجات اللي انتوا هتاخدوها قبلها، مثلا اللي هو بيوم أو مثلا يوميها، مثلا اللي هو تصحوا بدري مثلا نص ساعة وجهزوا الورق اللي انتوا هتاخدوه والحاجات اللي انتوا هتاخدوها معاكوا اللي هو في المستشفى، زي مثلا البالطو. لو انتوا مثلا عليكوا اسسمنت شيت تاخدوا الورق اللي محتاجينه اسسمنت شيت عشان ده مهم جدا. اول حاجه لما وصلت المستشفى اتوزعنا على الحالات وكل واحد خد حاله عشان يعمل عليها اسسمنت شيت. احنا بيبقى معانا ورق كده بيبقى فيه حاجات ان احنا بنطالب ان احنا ندخل على المريض نساله الحاجات الموجوده في الورق ده عشان نمليها، واللي هو ده بنسلمه للدكتور وبناخد عليه درجات. السلام عليكم. هكمل لكم بقى اللي هو بقيه الفلوج، ان انا هقول لكم شويه تريكات كده تعملوها قبل ما تنزلوا المستشفى. لو انت طالب في المجال التمريض، ابحث عن القسم اللي انت هتنزل فيه قبل ما تنزل القسم ده. قبل ما تنزل المستشفى انت عارف هتنزل في قسم ايه، فضروري جدا ان انت تبحث عن القسم ده مثلا هو فيه امراض ايه، عشان تروح المستشفى عارف بس اللي هو يعني بسيطه وجهه شامله بس بسيطه عن مثلا هو القسم اللي انت هنزله مثلا فيه امراض ايه الشائعه. مثلا مش ضروري اللي هو تعرف كل مرض بتفاصيله الممله، لكن تعرف بس اللي هو مثلا الاسامي، وممكن مثلا هو في تشخيصات مثلا هو بسيطه وكده، تبقى نازل عارف بس انت هتقابل ايه. تاني حاجة لازم تكون عارف كويس vital signs، ازاي تقيس اصلا vital sign ده ABC. فانت اللي هو ازاي تقيس العلامات الحيوية اللي هي زي مثلا اللي هو قياس ضغط الدم، درجة الحرارة وهكذا. فانت الحاجات دي بسيطة جدا، فلازم تبقى عارف تعملها عشان مثلا هو انت بيزك خالص اللي هو انت نازل في المستشفى انت بيبقى معاك شيت. فانت اول حاجة الفيتال ساينز بتاعت المريض ايه. رابع حاجة بادر من المعرفة، يعني روح اول ما تنزل المستشفى خلصت مثلا اللي هو الشيت اللي انت نازله، يعني انت نازل مستشفى حاجة اساسية ان انت عاوز تملي الشيت. فانت خلصت الشيت قدامك مثلا هو وقت، فروح للنيرس وقول لها مثلا انت بتعملي ايه، بتدي ميديكيشن امتى، بتدي مثلا هو ميديكيشن ده ليه. فانت حاول انت موجود بالمستشفى تخرج باكبر افادة ممكنة، ما تروحش بس المستشفى تقعد على الكرسي خلاص انا مليت الشيت بتاعي مش عاوز حاجة تانية. ومهم جدا مهم جدا عشان دي قابلتني لما نزلت تدريب قبل كده. وانت بتتدرب طبيعي جدا انت مش عارف حاجة يعني في اي حاجة، تاخد المعلومات من الموجودين حواليك، اذا كان مثلا هو من النيرسز الموجودين في المستشفى او الدكاترة، ساعات الدكاترة بيساعدونا. فايا كان مين اللي بينقل لك المعلومة او انت بتاخد المعلومة من مين، يكون معاك نوت تكتب مثلا هو كل المعلومات اللي قابلتك في المستشفى. فانت بعد ما تيجي مثلا هو من المستشفى مهم جدا ان انت تعمل سيرش عليها بمواقع موثوقة. خدت المعلومة اعمل عليها سيرش خلاص اتأكدت منها، حطها مثلا هو في كشكول ده مخصص مثلا اللي هو للمعلومات مثلا هو اللي انت بتاخدها، واللي هو راجع عليها باستمرار. فمهم جدا اي معلومة انت بتاخدها لازم تعمل سيرش عليها وتتأكد من صحتها، عشان للأسف مش كل اللي هيتقالك هيبقى صح. واخر تبس كده صغيرة، خليك اثر طيب. يعني انت لما تبقى في مكان خليك ذو خلق حسن وخليك يبقى اثر طيب، تحبي مثلا هو تساعد الناس. لو انت مثلا عندك معلومه وواثق منها ساعد بيها غيرك، لان غيرك ده هيدعي لك طالما افتكر مثلا هو المعلومه بسببك انت عشان تعلمتها له، هيفتكر لك وهيبقى ليك اثر طيب في حياته. ما نبخلش على حد المعلومه طالما احنا معانا المعلومه، ما نبخلش على حد، كلنا بنفيد بعض. والتوفيق ليكم جميعا يا رب. بس كده، وده كان فلوج النهارده وفيديو النهارده، تبس بسيطه جدا عن ان انت قبل المستشفى تعمل ايه عشان تبقى الدنيا سهله شويه عندك. فانا عارفه رهبه المستشفى اول مره بيبقى فيه حماس الاول، بس فيه رهبه شويه، ولكن عادي كل ده بيعدي. وانت افتكر ان انت في المكان اللي انت كان نفسك فيه، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله جميعا يا رب.